البنات، كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. وما شاء الله غادي نشارك معكم تشكيله حلوه اللوز. بعقدة اللوز درت 4 اشكال اللي كيجيو هماويين، شي حاجه راقيه للعيد ان شاء الله. واهم حاجه هي سهلين سهلين بزاف بزاف وبدون عجين الا الكعبه اللي كنحتاج العجين ضروري. المهم هادو هما الشكيلات ديالي. اول مره يشاهد القناه ديالي ما تنساوش ديروا لايك وتفعلوا زر الجرس وتشتركوا معي بالقناه. اول حاجه تشتركوا معي بالقناه وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد. وننتقلوا الى الفيديو والمقادير طريقه التحضير. بالنسبه للمقادير ديال العجين كنحتاج نص كيلو ديال الفورس يكون سبيسيال، وكنحتاج نص كاس ديال الزبده ديال العبار حيوانيه ماشي نباتيه، كندوبها وكنعجن بنص كاس ديال المزهر وكاس ديال الماء يكون من الصنبور حراره عاديه، ما يكونش دافي نهائيا. صافي كنحاول نجمع العجينه بداك الماء المقدار ديال الماء بالضبط، ما نضيفش عليه كميه كثيره حيت خاص تكون العجينه شويه قاصحه. وكتدلكيها حتى كتجمعيها، يعني كتجمعها بالزز، ولكن راه كترطب مع الوقت حيت فيها الزبده هي اللي كترطبها. الا درتيها كثرتي فيها الماء غادي تجيك غتبدا تقطع ليك وما غاديش تجيك الكعبه مزيانه. صافي هنايا غنحاول نجمع العجينه بحال هكا وندلكها تطلق ديك الزبده اللي دام ديالها وتجمع ليا، وغنديرها في بلاستيك ونخليها ترتاح تقريبا واحد الساعه. هذه عقدة اللوز. خديت اللوز سلقته في الماء طيب وفسختو ونشفته وطحنته طحنته في العبر انايا. هنا درت كيلو ونص ديال اللوز، درت 2 معالق كبار ديال الزبده دايبه، 2 معالق كبار ديال المزهر، معلقه ديال القرفه. بالنسبه للوز درت كيلو ونص، درت كيلو لا ربع ديال السنيده طحنتها معاه بالماكينه حتى ولا لي على شكل عقده. صافي هنا كنحاول نعجن داك العقده، نقسمها على 4 تشكيلات، وكل شكل غادي نضيف عليه النكهه اللي بغيت ندير. بالنسبه هاد الشكل الاول غادي ندير فيه نكهه البرتقال، راه كتباع عند اللي عندهم لوازم حلويات، راه متوفره دابا، متوفره عند جميع المحلات. صافي هنا غادي نشدها ونديرها في السلوفان ونحطها في الثلاجه. غادي ناخذ هنا ضفت معلقه صغيره مملوءه بنكهه البرتقال، حيت بغيت هذيك الشكل اللي درتو بالكنافه اللي كيجي مقرمش ولذيذ بزاف، بغيت يكون فيه مذاق ديال البرتقال واعر البنات. هذه الصنف الاخر درت فيه مذاق ديال البيستاش. صافي حتى هو غنحاول ندخل داك المذاق ونديرها في بلاستيكه حتى هي، ونسد عليها ندير لها السلوفه وندير لها بلاستيكه ونخليها حتى هي على جنب. وجوج اشكال، واحده بكعب غزال غنخليها بنكهه العقده القرفه داكشي بلدي، والنكهه الاخرى ما درتش فيها حتى هي شي مذاق. هذه بالنسبه للكنافه. خديت ديك كنحاول نحلها مزيان بيديا حتى كنحل الكميه اللي نقدر نستعمل. تقريبا هنا درت رابعة وشويه، تقريبا نص كيلو، تقريبا رابعة وشويه. المهم حليتها، ضفت عليها شويه الزيت، وغادي ناخذ المول ديال السيليكون. هذا الشكل انا درت على شكل دائري. غادي نحاول ندير بالطريقه هذه، نوزع الكنافه وندير العقده الوسط كويره صغيره ونضغط عليها بالطريقه هذه حتى نكمل الكميه ديال الكنافه اللي كامله والحبات ديال العقده كاملين. غنديرهم في هذا المول ديال السيليكون، كيخلي الشكل ديالها يجي مقاد، كيجي مقمقم من الجنيبات. صراحه كيجي مقاد، كيجي زوين بزاف، احسن من الطريقه عاديه يعني نشد نكورها بيديا عادي. هي كتجي زوينه ولكن هذه كتجي واعره. صافي انا نكمل الكميه ديالتي كامله، وغادي نشعل الفران درجه الحراره 180 درجه، نشعلو قبل من كنكون خدامه باش يسخن ليا الفران مزيان. وكندير 180 درجه الفوق والتحت، نخليها حتى تولي مذهبه، كتجي مقرمشه، ما تكونش مجهده لها الفران بزاف باش ما تحرقش وتجي غادي تجي لاويه من بعد، فهمتوا؟ خاصها تكون مقرمشه طيب على المهل. هنا راه قلت لكم الكنافه درت ليها الزيت، ما درتش ليها الزبده. ما استعملتش الزبده في هذا الشكل هذا نهائيا، درت عاد زيت الكنافه وغادي ندهنها بالزيت من الفوق. صافي هنا نشوف الشكل الاخر اللي ما درت فيه حتى شي نكهه زائده من غير القرفه والمزهر. صافي غادي نكورو نحربلو بحال هكا على شكل كويرات صغار، وغادي ناخذ بيض البيض. غادي نحاول نديرو في بيض البيض ونفندو في الزنجلان البيض. استعملت لي هذا المرشم هذا على شكل بحال الشميشه،
كيجي زوين حتى هو، نوعو واحد شويه. ما نبقاوش نفس الطعم. صافي غنبقى نكمل نفس الطريقه حتى نكمل الكميه ديال العقده ديالتي كامله اللي استعملت في هذا الشكل هذا، وغنحطها حتى هي في اللاطه. هذه حتى هي كطيب في البلاصه، يعني ما كنخليوهاش تبات بحال الكنافه بحال الشكل الاخر. الاشكال اللي فيهم العجينه هما اللي كنخليهم يباتوا باش ترتاح العجينه وتطلق الدم ديالها مع العقده. صافي هنايا غنكمل الكميه ديالتي كامله وننتقلوا الكنافه اللي كطيب في الفران قلت لكم على المهل. هنايا غادي نمشيو ننتقلوا الكعبه اللي خديت العجينه بعد ما ارتاحت وشديت العقده حربلتها على، انا عبرت 14 غرام في كل حربول واحد. ما بغيتش الكعبه تجيني كبيره بزاف، كندير 14 15 غرام بحال هكا. الا كبرتيها بزاف كتجي 16. هذاك هو العبار اللي كنزيد الا بغيت نكبرها بزاف. صافي انا كنشد العجينه كنطلقها في الماكينه. كندير بالطريقه هذه. غنحط لكم الرابط ديال الكعبه في صندوق الوصف. كتجي روعه ما شاء الله، كتجي ناجحه 100%، والطريقه اللي هي سهله دغيا كتكمليها. لقيت راسي ما صورتش تصوير مقاد في الكعبه. احسن نحط لكم الرابط ديالها في صندوق الوصف، راه كاينه عندي فلاشين صورتها 2 مرات تقريبا مع 3 المرات وانا كنصورها معاكم. صافي انا كندير يعني عجينه كنطلقها في دقه واحده، كندير فيها شي 6 ديال الكعبات في دقه واحده في البلاصه كنديرهم. يعني ما كتشدش ليا الوقت بزاف، ماشي بحال اللي كديري الوحده بالوحده كتشد لك الوقت بزاف. صافي هنايا غادي ندير الكعبه ديالتي نحطها في شي صوينيه في اللاطه ديالها ونخبيها ونغطيها ونحطها في الفران نسد عليها ونخليها حتى الغد ليه عاد باش نطيبها. صافي هنايا بعد ما طابت نشفت ليا حتى تغد ليه في الصباح. انا خدمت بالليل يعني في الصباح طيبتها. الا كنتي طيبيها في الصباح بكري تخليها بالليل وطيبيها. صافي هنا غنشدها غندهنها بالزبده، غندهنها من جميع الجوانب بالزبده. قد ما كنت تولات بالزبده قد ما كتجي زوينه. وغنشدها نتقبها كامله بالفيلين باش ما يتنفخش ليا، حيت لما تقبتيهاش كتنفخ وكديفورما وما كيبقاش الديكور ديالها زوين، كيبقى كيتغير لها الشكل ديالها. صافي هنا بعد ما تقبتها كامله غنشعلها في الفران فوق لتحت درجه الحراره 180 درجه. صافي حتى بلي تبدل اللون ديالو بدا كيتحمر صافي كنخرجو. بالنسبه للوز، هاد اللوز شديتو فسختو وحمرتو في الفران وطحنتو في الهشوار بهاد الطريقه هذه. اللوز كونكاسي. صافي غادي نشد هاد اللوز غادي نخلطو. هذا بالنسبه للشكل الاخر الرابع اللي باقي ما صورتوش معكم، اللي درت فيه نكهه البيستاش. حتى هاد اللوز غندير فيه واحد المعلقه ديال البيستاش وغنحاول ندخلها ليه كامل باش يجي على شكل بحال راه هو بيستاش. صافي هنايا ناخذ بيضه غنحيد منها ناخذ بيض البيض غنضيف عليه 2 معالق صغار ديال الماء زهر وغنحاول نطربو بالفروشات بحال هكا شويه. صافي وغادي ناخذ العقده ديال اللوز ديالي، ها هي اللي درت فيها نكهه ديال البيستاش. غنشدها غندهن يدي شويه بالماء زهر باش ما يتلصقش لي في يديا، وغنحاول نحربلها نديرها بحال لي بودان يكونوا شويه عراض ما يكونوش رقاق بزاف بهذا الشكل هذا. يعني ما تكونش رقيقه بزاف باش الا بغيتي تقطعيها تجي بحال كتقطعي انكليني وكتكون شويه عريضه شويه ولا كتكون طويله. صافي هنا غندهنها ببيض البيض اللي قلت لكم باش هي اللي درت لها الزنجلان يلصق ليا فيها. بامكانك ما ديريش بيض البيض اللي ما بغيتيش. صافي هنايا غادي ناخذ الزنجلان الابيض غادي نفرغوا عليها بحال هكا. طريقه صراحه هذا الشكل اسهل شكل امكانك ديريه. ما كاملاش 5 دقائق انت كملتي الشكل ديالك. صراحه كيعجبني بزاف. لا الشكل ديالو زوين اقتصادي وسهل في التحضير. غنحاول هذا كيقول لي شكل السقايه. غنحاول ندير ليه بحال هكا التحت ديال السكين ندير ليه واحد الحفيره الوسط ونعمر داك السقايه ديالتي بالبيستاش الكذاب باللوز اللي فيه نكهه البيستاش. صافي هنا غنحاول ندخل بحال هكا تندخل اللوز ديالي في ديك في الحفيره اللي درت كامله. نحاول نضغط بصباعي بحال هكا شويه باش يدخل ليا. صافي هنا غنقطع هاد لي بودان ديالي غنقطعهم على الشكل انكليني، يعني يكون شويه رقيق ما تقريبا يكون فيه سنتيم ونص. صافي بحال الطريقه هذه تنكمل الكميه ديالتي كامله. هاد الوقت راه الفران راه شاعل درجه الحراره 180 درجه ما تفوتوهاش. فوق لتحت غادي تشعلي فوق لتحت وغادي تدخلوا الفران تيبان لك بدا كيشد فراسو وتخرجيها. الطريقه اللي هي سهله. هنا بعد ما طابت غناخذ شويه الناباج اللي ذوبته واحد شويه وغادي ندهنها فوق بالناباج ونديرها في الكوفيرطاج. وها هو الشكل النهائي
وصراحه هاد الشكل وهاد الشكيلات كاملين اللي شاركت معكم ساهلين بزاف، ما كيشدوش الوقت بزاف، بامكانك تحضريهم في اخر لحظه. تشكيله ديال العيد اللي هي تهنيك ان شاء الله في نهار العيد وتحمر لك وجهك قدام العائله. وهادو مشكلات، وهذا الشكل النهائي ديالهم. هذا الشكل ديال السقايه والشكل ديال الكنافه اللي كيقولوا ليه شيشه. الكعبه غنيه عن التعريف، والشميشه اللي حتى هي كتجي ساهله وزوينه عمرتها بالكراميل من الوسط باش نغير شويه، نخرج من الطيم ديال البيستاش والليمون. كل حاجه درت لها مذاق ديالها. وهذا هو الشكل النهائي ديالها. ولاول مره يشاهد القناه ديالي ما تنساوش ديروا لايك البنات وتشجعوني بالتعاليق ديالكم، وكنشكركم بزاف بزاف على التعاليق السابقه. ومرحبا بالضيوف ديالي، مرحبا بهم بزاف وكنشكرهم على التعاليق ديالهم. والى فيديو قادم باذن الله نكون انايا ما نقولش لكم بالفرحه ديالتي اللي قريت دوك التعاليق ديالكم كاملين. كنحاول نجاوب كل شيء. وفرحت عليا تشاركوا معي بالقناه وتشاهدوا الفيديو ديالي، والى فيديوهات قادمه باذن الله.